مرحبا مشاهدي قناة أورين 360 الأحبة، وأهلا بكم إلى حلقتنا الرابعة والأخيرة من رحلتنا إلى مدينة كركوك. هذه الحلقة ستكون مخصوصة لعرض البراري والطبيعة المحاذية لمدينة كركوك، بلدات وأماكن خلابة ورائعة بالإمكان تحويلهم إلى أجمل الوجهات السياحية في هذه المدينة. وجهتنا الأولى نحو بردي أو آلتون كوبري شمال غرب محافظة كركوك، والتي تبعد بحوالي 40 كيلومترا، وهي ناحية تابعة لقضاء دوبس أو الدبس، والتابعة بدورها لمحافظة كركوك. تقع البلدة على ضفاف نهر زيبتشوك أو الزاب الصغير، وهي تبعد عن مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان بحوالي 50 كيلومتر، لذا توصف موقعها بأنها ذات أهمية استراتيجية جوهرية كونها تربط شمال البلد بجنوبه. سميت المدينة على اسم جسورها أو موقعها، فسميت بردي بالكردية، والتي تعني الجسر أو الموقع الرابط بين منطقتين، للإشارة إلى ربطها بين مدينتي كركوك وأربيل. وسموها بآلتون كوبري بالتركمانية بمعنى الجسر الذهبي، ويقال بأن إحدى جسورها قد علقت قطعة من الذهب عليها لجمالها، وعليه سميت بالجسر المذهب أو الذهبي. وهناك روايات أخرى كثيرة عن أصل التسمية. وتعتبر بردي أو آلتون كوبري غنية بثروتها السمكية بالاعتماد على مياه نهر الزاب الصغير المار فيها. تمتاز هذه البلدة الرائعة أيضا ببساتين التين والعنب، ولها طبيعة خلابة جدا لنشاهدها معا. Göğsünde ay dolanır, yerde gül gül çiçek, gören haçan bir de yarın kapımızdan geçecek. Gören haçan bir de yarın kapımızdan geçecek. Küsüp gitti yarım benim, yollar battı dumana. Ah niye öz eşkimi düz demedim ben ona. Ah niye öz eşkimi düz demedim ben ona. أحبتي، تاليا نتوجه لنستعرض لكم المنتجع السياحي الوحيد في هذه البلدة. للوصول إلى هذا المنتجع يستوجب المرور من داخل الأزقة الضيقة للبلدة القديمة، وكان هذا أمر مزعج جدا. من حسن الحظ تم البدء بإنشاء هذا المنتجع السياحي الأهلي منذ فترة، وهو غير مكتمل لحد الآن، لكن البلدة ينقصها الكثير من الخدمات لتحل وجهة سياحية مناسبة لاستقبال السياح.
تاليا توجهنا إلى قضاء دوبس أو الدبس المحاذية لناحية آلتون كوبري. يقع القضاء شمال شرق محافظة كركوك بمسافة 60 كيلومتر تقريبا، ويتميز القضاء بثروته النفطية والزراعية على حد سواء. والبلدة هي مسقط رأس كابتن المنتخب العراقي السابق يونس محمود. بعد تجوال قصير داخل البلدة توجهنا إلى إحدى أكبر الغابات المصطنعة في العراق، وهي غابات شناغة، والتي تقع في شمال غرب محافظة كركوك على نهر الزاب الصغير أو زي بتشوك على بعد 60 كيلومتر من مركز المدينة، وهي تابعة لناحية سرقران والتابعة بدورها لقضاء الدبس. تم استزراع هذه الغابة في بداية الستينات، ويبلغ إجمالي مساحته الكلية 3000 دونم، وتحوي على أشجار متنوعة مثل الباولونيا والكاليبتوس والسرو والصنوبر، وتحوي مشاتل واسعة ترفد العراق بأنواع متنوعة من شتلات الأشجار، وتحوي على مناحل للعسل. وتعتبر غابات شناغة وجهة سياحية رائعة لأهالي المنطقة ومحافظة كركوك. وتوجد في الغابة محمية تحوي أعدادا من الغزلان من نوع الريم العراقي المتميز بجماله ورشاقته التي طالما تغنى بها الشعراء والفنانين. الغابة ومحمياتها مهملة وتعاني أشجارها من التيبس وينقصها الكثير كوجهة سياحية. نتأمل أن يعاد النظر في حماية هذا المعلم البيئي المهم. مساء عدنا أدراجنا نحو مدينة كركوك، وقد أنهينا جولتنا الأولى إلى البراري والبلدات التابعة للمحافظة. وجهتنا الثالثة في هذه الحلقة هي إحدى أهم الوجهات السياحية الرئيسية لأهالي كركوك، وهي بلدة طقطق. توجهنا إلى شمال شرق المحافظة مرورا بمناطق بلدة شوان الجميلة. تبعد بلدة طقطق حوالي 60 كيلومترا شمال المدينة، وفيها إدارة مشتركة بين مدينة كركوك ومدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان، وكانت فيما مضى تابعا كليا لمحافظة كركوك. تقع بلدة طقطق على الساحل الأيمن لنهر الزاب الصغير أو زي بتشوك، وتمتاز بأراضيها الخصبة وجمال طبيعتها. هذا الجسر الجميل والقديم في وسط البلدة تربط بين ضفتيها والقائمة على نهر الزاب المار بوسط البلدة.
تم البدء بإنشاء هذا الجسر في العهد الملكي في عام 1956، وتم الانتهاء من بنائه في العهد الجمهوري أبان حكم الزعيم عبد الكريم قاسم في عام 1958. وكما أسلفنا، البلدة منقسمة إداريا بين محافظتي أربيل وكركوك، إذ أنها عائدة لإدارة كركوك في صوبها الجنوبي، وهي تابعة لأربيل في صوبها الشمالي. يبلغ تعداد السكان في هذه البلدة اليوم حوالي 40,000 نسمة، وتحوي طقطق 22 قرية على أطرافها. هذه البلدة علاوة على أنها بلدة سياحية، فهي تحوي ثروات نفطية وزراعية وحيوانية هائلة. ونهر الزاب الصغير هي عصب أساسي للحياة في كثير من بلدات كركوك. توجهنا نحو الأماكن السياحية المطلة على النهر، وتجدون في صندوق الوصف مواقع أو لوكيشنات الأماكن الظاهرة في الفيديو. الأماكن مرتبة ومنظمة بشكل ممتاز، ويتم تطويرهم بصورة دائمة. نحن الآن في أواسط الشتاء، والمنطقة تخطف الألباب بألوانها الخريفية والشتوية. أحبتي، سنستعرض الآن أغلب الأماكن السياحية على النهر مع أنغام وكلمات هذه الأغنية الرائعة. تاليا توجهنا لنستعرض لكم أحواض الأسماك، فبلدة طقطق تتميز بثروة سمكية هائلة. أحواض تربية الأسماك على مد البصر هنا، وتصدر هذه البلدة كمية كبيرة من الأسماك إلى مدن كردستان والعراق. المنظر رائع جدا، وكمية الأحواض هائلة وتمتد على مسافة 10,000 دونم أو قد يزيد. توجهنا لتجربة السمك لدى مطعم أسماك شمال، وطبعا الشوي كان على أصوله، وطعم السمك لذيذ جدا.
بلدة طقطق مدينة رائعة وأهلها مضيافين كعادة كل أهل البلد، وهنا انتهت زيارتنا الثالثة لبلدات كركوك وبراريها المحاذية. أعزائي، وجهتنا الرابعة نحو شمال شرق المدينة، وتحديدا سد خاصة شاي في براري وقرى سوردة، والتي تبعد بحوالي 12 كيلومترا من مركز المدينة. الطريق مبهم قليلا للوصول إلى السد، لذا نتمنى من الدوائر المعنية وضع القطع الدالة الضرورية على طريق المؤدي إلى السد. تم البدء ببناء هذا السد في عام 2009، واكتمل البناء وافتتح رسميا في عام 2013. يبلغ سعة السد حوالي 47 مليون متر مكعب من المياه، والهدف منه الحفاظ على جريان مياه نهر الخاصة طوال العام، وأيضا لإرواء 3000 دونم من الأراضي الزراعية في مناطق عدة، ويسهم في تقليل حجم الترسبات والتصاريف الفيضانية المتجهة نحو سد العظيم جنوبا. المنطقة رائعة جدا كوجهة سياحية، لكن ينعدم فيها أي اهتمام حكومي في هذا الصدد، وتلاحظ غياب التشجير وتسليك الطرق أو أي تنمية أو اهتمام سياحي بالمكان. ويعتبر السد وجهة أساسية لهواة ممارسة صيد السمك بواسطة السنارة. وتاليا تركنا السد المائي متوجهين نحو وجهتنا التالية. وجهتنا الخامسة والأخيرة من حلقتنا الأخيرة في كركوك هي قرية خالو بازياني ضمن منطقة قرى حسن شمال شرق المدينة. براري هذه المنطقة لها خصوصية من التنوع الأحيائي، ومن ضمنها وجود أنواع متعددة من الحيوانات البرية المختلفة كالذئاب والغزلان والضباع. في طريقنا مررنا بقرية زنقنة ونزلنا لنتجول في الوادي المتاخم لها. القصب هي إحدى النباتات الواسعة الانتشار في براري قرميان أو المناطق الحارة من شمالي البلاد. عدنا مرة أخرى إلى الطريق للتوجه نحو قرية خالو بازياني، وهذه هي قرية كولة الرائعة في الطريق نحو الوجهة. هذه هي قرية خالو بازياني التي تقبع على تضاريس متفاوتة ما بين جبلية صخرية وأرض رخوة طينية.
تعرضت هذه القرية إلى الإبادة عدة مرات، وغيب العديد من ساكنيها في حملات الأنفال التي قام بها النظام الفاشي البائد في الثمانينات من القرن الماضي. إضافة إلى براريها الخلابة، تتميز قرية خالوبازياني بأنواع خاصة وممتازة من فاكهة التين والمشمش، إضافة إلى الحليب ومشتقاته. شیرین تاشی داره هوا شیرین جان آمان شیرین جان. وهكذا اختتمنا زياراتنا إلى البلدات والبرار التابعة لكركوك، ووصلنا إلى نهاية الحلقة ونهاية زيارتنا إلى هذه المدينة العريقة. بدأت رحلتنا في كركوك من قلعتها التاريخية، واستعرضنا أسواقها ومقاهيها وأرباب الحرف فيها، وصولا لأزقتها القديمة وصروحها الثقافية والمعرفية، واستعرضنا مختلف دور العبادة فيها. وسبرنا أغوار محطاتها ومرافقها المعطوبة والمتوقفة، والعديد من التفاصيل الأخرى عن هذه المدينة الرائعة بتنوعها الثقافي والإثني والتعايش الرائع بين مكوناتها المختلفة. واختتمنا رحلتنا في حلقتها الرابعة هذه في البراري والبلدات الرائعة المحاذية لكركوك، مستعرضين جانبا من أماكنها السياحية وبراريها الرائعة. في زوايا هذه المدينة العتيقة كل حجر يهمس بحكاية، وتتداخل وتتعانق وتتجانس الثقافات في أزقتها لتخلق لنا الهوية الكركوكية الرائعة والفريدة. نتمنى أن نكون قد وفقنا في رحلتنا الطويلة هذه آراءكم ونقدكم للمحتوى يثري ما في جعبتنا لنقدمه إليكم. ادعمونا بالاشتراك في القناة، وإلى لقاء آخر، لكم كل المحبة ودمتم سالمين.